غضبان وليل وموال وبوريد وزنزاني، والأسرى اللي مثل جبال للحرية عطشاني. غضبان وليل وموال وزنزاني، والأسرى اللي مثل جبال للحرية عطشاني. رغم الأسر بيبقوا رجال، أضعاف بيبقوا السجانين. عيون بتنطر عشبابيك، تستنى رجوع الأحباب. يا بي عم فكر فيك، فجأة تدق علينا الباب. تنطر عشبابيك، تستنى رجوع الأحباب. أبتدي شعري بذكر الوحدة الديان، رافع السماء خافض الأرض باسطها، ثم الصلاة على نبينا طه العدنان، شفيع للأمة يوم ابتدي رحفتنها. أسرانا يا من صدرتم للعزة عنوان، ميوم الإحساس للرجال بمحنها، لأنهم أسرانا رمز العزة والصمود، لأنهم شموعا تحترق لتنير لنا طريق الحرية، لأنهم ملح الأرض وزادها، لأنهم وقود البلاد، أصحاب الجباه العالية، أبطال المعدات الخاوية، سطروا أروع ملاحم البطولة والكرامة في إضرابهم وصمودهم. لذا كان لزاما علينا نحن في قبيلة القطافة وعلى كل قبائل وعشائر وعوائل وتنظيمات فلسطين الأبية أن يكون لنا موقفا حازما وصارما داعما لأبطالنا وأسرانا في موقفهم ومحنتهم حتى انتزاع حريتهم وحقوقهم المغتصبة المسلوبة. لذا فإننا نؤكد على التالي: أولا، دعمنا لمطالب الأسرى العادلة، خصوصا وأن لنا في الأسر إخوة كسائر عشائر وقبائل فلسطين، فلنا الأسرى محررين من القبيلة، ولنا الأسير محمد سالم أبو عيدة الذي برغم كسر أنف السجن والسجان وأنجب ابنه أحمد من خلال نطفة المهربة، ولنا الأسير محمد حسين أبو ناموس. ثم إننا نؤكد على أن فجر الحرية واليوم الذي سيخرج فيه أسرانا من سجون الظالمين رغم الدمع صامدين عضو الشمعة سهرانين، نكتب عحيطان الزنازين عاشت فلسطين. رغم الدمع صامدين عضو الشمعة سهرانين، عحيطان الزنازين عاشت فلسطين. نكتب عحيطان الزنازين عاشت فلسطين، قلعت عز وكرامة.